الامر يا كابتن مدحت. منور الدنيا. بشكرك وبشكر محمد نصر على الكذب الجميل اللي عمله لي ده. مش هنبدا بحكايه مظلوم دي، هنسيب الكلام ده في الاخر عن المنتخب والكلام ده، لكن وهنتحرر من كلمه مظلوم بس في حينه هنتكلم يعني. بدايه كده فكر الناس يا احمد كده ببدايتك، انا دايما بيبقى ده سؤالي الحقيقه، بدايتك وكانت مع مين والكلام ده يعني. لا هو انا كنت ناشئ النادي الاهلي. سن كام بقى رحت؟ رحت 11 سنه بالظبط. 11 سنه. رحت انا، والدي خدني وداني اختبارات النادي الاهلي وربنا. انت اساسا من الاسماعيليه؟ لا انا اصلا القاهره، من القناطر الخيريه. من القناطر، اوكي. وخدني، كان والدي خدني عندي 11 سنه، كان في السنه دي 20,000 لعيب، فخدوني انا واحد زميلي في السنه دي كان طموح من ال 20,000. من ال 20,000. كان مين بقى اللي اختار؟ كابتن حسام بدري وكابتن خالد جدالة. يا راجل. هم اللي اختاروني. ياه، حسام البدري وخالد جدالة. هم اللي اختاروني في ناشئين. كويس. كانوا هم في الوقت ده بيشتغلوا في قطاع الناشئين. كانوا في قطاع الناشئين في الوقت ده. كويس. بعد كده كابتن حسام طلع درجه اولى، وكابتن خالد جدالة مسك منتخب مصر الناشئين مع كابتن ابراهيم يوسف. وطلع درجه اولى مع مين الكابتن حسام وقتها فاكر؟ تقريبا كان ديكسي او حاجه زي كده. مختار. كان كابتن مختار وديكسي، كان وديكسي حاجه كده ممكن. كويس. بس بعد كده الحمد لله ربنا كرمني، لعبت في كل الاعمار السنيه في النادي الاهلي ومنتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي بعد كده ربنا كرمني وانا عندي 17 سنه احترفت في السوق الفرنسي. 17 سنه. 17 سنه. رحت خلعون ولا عطرين؟ لا النادي الاهلي خد 500,000 يورو، حتى كانت صفقه كبيره جدا. 500,000 يورو؟ 500,000 يورو. تممت صفقه مع باشمهندس عادل كده، كنا في مكتبه وجم الناس من السوق الفرنسي، خلصنا الموضوع وسافرت. بعد كده جيت اعاره على النادي الاهلي 6 شهور. لا صبرك بقى. كانت تجربه سريعه قوي 6 شهور. سريعه لان انا كنت مسافر ناشئ، فلعبت طبعا ريزيرف، وبعد كده لعبت سكند تيم، كان سنه صغير جدا. وبعد كده جت مشكله التجنيد، فنزلت النادي الاهلي 6 شهور اعاره. فموضوع اعاره من 6 شهور؟ اعاره من 6 شهور. فكان تقريبا كان في باقي فلوس او حاجه من 500، كان دفع 300 وباقي 200، فكانوا مدخلين دي يعني في دي. احنا ننزل اعاره 6 شهور ونقلل المبلغ، او المبلغ اللي باقي يبقى ثمن الاعاره حاجه زي كده. وبعدين جه بقى موضوع التجنيد وكده، فنزلت مصر على النادي الاسماعيلي يعني. وانت لعبت منتخب مصر في كاس العالم، كان معاك عمرو زكي مش كده؟ مع كابتن حسن 2003. 2003 في الامارات بالظبط. الامارات. بس انت اللاعب الوحيد المحترف. انا اللاعب الوحيد المحترف واصغر لعيب في البطوله. واصغر لعيب في البطوله. كنت انا 15 سنه والبطوله 18 سنه. كان مين جيلك بقى من اللعيبه؟ كان كلهم النجوم دلوقتي ما شاء الله. عمرو زكي كان مصاب، وكان في عماد متعب، حسني عبد الرب، احمد فتحي، الله يرحمه محمد عبد الوهاب، شريف اكرامي، امير عزمي. كان مجموعه. لعبت كاس العالم كان في الامارات. كان في الامارات، طلعنا بالهدف الذهبي من الارجنتين. انتوا كسبتوا، فاكر جون عماد متعب في انجلترا؟ كان البطوله في الامارات تحس انها في مصر يا كابتن مدحت يعني. من الجمهور. طبعا. من الجمهور. طيب خلصت بقى، وكان اسماعيل مطر كده فاكر انت ايه؟ طلع في البطوله. كان لعيب جامد ما شاء الله عليه. المطر لعيب كبير. طيب قول لي بقى، رجعت من سوشو على الاهلي. قعدت بقى قد ايه؟ قعدت بالظبط كان 4 شهور، لان كان النادي الاهلي كان في توقف، لان كان بطوله الامم 2006. كان عمري ساعتها بالظبط 20 سنه، فرجعت 4 شهور. كانوا عايزين باك ليفت، وانا ما كنتش بلعب باك ليفت في الاهلي. كنت لسه بقى باك ليفت دي مع بدايتي يعني. كان جلجوتو جاله اكيلس اتصاب، وكان عبد الوهاب الله يرحمه كان لسه مش اساسي في النادي الاهلي، بس في البطوله بتاعت 2006 عمل بطوله ما شاء الله جميله جدا يعني. كويس. فكلموني ان انا ابقى باك ليفت مع الله يرحمه عبد الوهاب وكده، وخلصت 6 شهور وال4 شهور دول بالظبط، ورجعت على فرنسا تاني. موضوع التجنيد بقى ما قدرتش احله. فانا نزلت من فرنسا على مكالمه من المهندس ممدوح عباس. مهندس ممدوح عباس الزمالك. انا نزلت وكلمته، كان عن طريق وكيل لاعبين احمد سويلم. ايوه. ونزلت واتفقنا على الفلوس يا كابتن مدحت ومده التعاقد وكل حاجه. على الزمالك. كويس. نزلت من فرنسا وان انا رايح امضي في نادي الزمالك. كانوا عاملين لك كام فلوس؟ في الوقت ده تقريبا كانت 350. فاكر انا المبلغ كان 350 اول سنه، وكل سنه بتزيد 100. 350,000 جنيه مثلا. كان في 2006 الكلام ده. 2000. كان انت وقتها سنك كام بقى؟ كان 20 سنه بالظبط. 20 سنه. كويس. فنزلت من نادي على الزمالك، كابتن احمد سلام كلمني في التليفون وظبطنا كل حاجه. فنزلت المهندس حكم كلم تامر النحاس وقال له عايزين نقعد مع احمد سلام فرج وبتاع. رحت عنده البيت في جاردن سيتي، قعدنا ومضيت وانضميت وفرقعت الناحيه الثانيه. لا يعني كان توافق طبعا. انا صليت استخاره واستخرت ربنا سبحانه وتعالى، ولقيت ان انا هكون موفق في الاسماعيلي، او ربنا يكرمني في الاسماعيلي يعني. واكيد زود ال 350 شويه اكيد. شويه صغيرين كده بقى. ما هي لازم برضه، هو لو كان هو اقل من 350 كنت رحت. لا والله انا ما بصيتش الماده بالظبط والله. بس حقك. انا يعني انا لقيت يعني. انا قلت ان انا كورتي ممكن تمشي مع النادي الاسماعيلي، والحمد لله استخرت ربنا، والحمد لله ربنا كرمني في النادي الاسماعيلي من بعد كرم يعني. اكيد. ده الموسم الكام بقى ليك مع الاسماعيلي؟ ده الموسم الخامس. الخامس. طب برضه قبل ما نخش في الغميق شويه،
في كلام الاهلي ومش الاهلي وبتاع الكلام ده كله برضو بصراحتك المعهود، عايزك تكون صريح يا احمد، هل فعلا في اتصالات او حاجه؟ والله يا كابتن انا بصفه رسميه مفيش حد كلمني، انا مفيش حد كلمني بصفه شخصيه، لكن بيقول ان الكابتن مهندس عادل القيعي في مقطع الجايه كان بيقول ان احمد سمير فرج النادي الاهلي ويرجع لبيته وجاب سيرتي في البرنامج. انا بصراحه مفيش حد كلمني لكن خلينا نتفق النادي الاهلي نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه ده اكيد، لكن ما حصلش حوار مباشر معاك اطلاقا لا اطلاقا. لكن انا عايز عشان بس الناس انا مستريح جدا في الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي برافو عليك، عمل اسم كبير لاحمد سمير فرج اوقات كتيره جدا زي ما قلت لحضرتك قبل كده في مداخله ان انا ببقى وحش في الملعب والناس بتستحملني، فكل ده ليه ثمن. فانا يعني ده اقل حاجه اقدمها النادي ان انا اكون موجود، ولو طلبوا مني تجديد تحت امرهم مفيش اي مشكله خالص معايا. انت المفروض فاضل لك قد ايه اخر سنه السنه اللي جايه فعلا. يعني فاضل لك موسم كمان فعلا. فتحوا معاك حوار في التجديد ولا لسه؟ ما فيش حد كلمني خالص. مين معاك من اللعيبه؟ ده في داهيه في الاسماعيلي في الوقت بتاعي. مين بقى؟ قول. يعني احمد سمير فرج، عبد الله السعيد، عبد الله الشحات، محمد نصر ابو جريشه، حسن سالم، احمد صديق، كل دول عندهم ينتهي معايا. يعني المفروض الموسم اللي يخلص ده يجددوا للعيبه دي كلها. المفروض بقى في نهايه الموسم ده على ده بالكتير جدا نهايه الموسم ده يجددوا اللعيبه دي كلها. وتقبضوا والكلام ده كله. طبعا. ده عندهم مشكله كبيره. مشكله طبعا. عندهم مشكله كبيره جدا. طيب قول لي انتوا الامور مستقره ماديا في النادي الاسماعيلي؟ والله يا كابتن يعني خلينا نتفق ان النادي الاسماعيلي عنده مشكله موارد من فتره، مش الفتره الحاليه، فتره سابقه يعني. لكن النادي الاسماعيلي عشان تبقى الناس فاهمه المستحقات الناس ما بتتاخر، لكن اللعيبه بتاخدها كويس. لكن ما فيش حد يعني افتكر المجلس الحالي كان في لعيبه السنه اللي قبل اللي فاتت لما لعبنا فاينل دوري ما حصلش نصيب، كان في لعيبه ما عدتش نزلت المشاركه والمجلس مضى لها ان اللعيبه دي عملت اللي عليها ودي اختيارات جهاز فني وخد نزل المشاركه. لكن هي الفتره الحاليه اللي احنا فيها طبعا بنمر بظروف صعبه ان اللعيبه طبعا معظم اللعيبه ما خدتش مستحقاتها لغايه دلوقتي. طبعا. انت ليكوا 25% اللي هي بدايه بعض اللعيبه مش كلهم. انا عن نفسي انا خدت في 5 لعيبه مثلا ما خدوش ال 25% بتاعتهم. ودول بيشاركوا ولا ما بيشاركوا؟ دول بيشاركوا طبعا. بيشاركوا. واخدين وعد لا واخدين وعد. هي المشكله مش في المستحقات، احنا كده بناخدها، لكن انا قصدي اقول لك ان الموارد هي المشكله. يعني للامانه المجلس مش مقصر لما بيجي اي فلوس او حاجه ما بتاخرش. يمكن المهندس نصر قعد معايا كده قال انا نفسي تجي لي فلوس قد اللعيبه السنه كلها بتاعت السيزون عشان ما يبقاش حد ليه فلوس وتلعبوا وانتم مستريحين. بالظبط يعني دي مهمه جدا. يعني النهارده انت كلاعب انت مثلا مستريح، انت واخد فلوسك خلاص، ففي الملعب على الاقل بتبقى عندك احساس بالرضا. اللي اكيد اللي ما بياخدش ده وضع طبيعي طبعا غصب عنه، يعني وضع طبيعي. طب قول لي الاول قبل ما اكمل الجزئيه دي، انت في الاهلي لما رجعت كان جوزيلي موجود؟ كان جوزيلي موجود. كان في يعني انت ما اشرككش؟ لا لعبت تقريبا 6 مباريات. ليه بقى يعني ايه السبب؟ كان في انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت بلعب باك ليفت، كنت لسه اول مره في حياتي العب باك ليفت دي. فقعدت معاه، قعد معايا، عملت تدريبه معاه، كان مبسوط بيا جدا. حتى كابتن علي موهوب في الفتره دي كان بيقف جنبي على الخط وكان بيقول له قول لاحمد خش جوه اطلع بره. مين اللي بيقول؟ جوزيه كان مستر جوزيه كان بيقول لي كابتن علي موهوب اقف جنب احمد قول له خش جوه يطلع بره. انا كنتش عارف المركز ده. فكانت من الحاجات اللي دمها خفيف يعني ان هو بيوديك باستمرار في التمرين مش في الماتش، يعني تمرين يقول لي ادخل جوه اطلع بره. فقعد معايا اتكلم معايا انا محتاجك في المركز ده واحنا كتيم واحنا محتاجينك في المركز ده ولازم. قلت له خلاص انا ما عملتش الموضوع ده قبل كده الباك ليفت، لكن انا عشان حضرتك عايزني كده خلاص انت مدير فني وقرارك وانا لازم احترم يعني. طيب انت لعبت فتره باك ليفت، مين اللي غير بقى مركزك؟ يعني واخدين على احمد سمير فرج باك ليفت خلاص في النادي الاسماعيلي وفي منتخب مصر، فجاه لقيناك في وسط الملعب. السيزون اللي فات الكابتن انا اول ما رحت الاسماعيلي ما كنتش بلعب باك ليفت، كان سبب معاه موجود في الاسماعيلي، كنت انا بلعب في وسط الملعب على طول، كنت انا اللعيب رقم 12 في النادي الاسماعيلي. لما سيد معوض اتصاب قبل ما يمشي انا لعبت وقدمت بشكل كويس في الباك ليفت دي، كان بشكل مؤقت. لما سيد معوض حب يمشي قال لك احنا سمير عندنا باك ليفت، فكملت في الحته دي وربنا كرمني بقى. اللي هي الحته دي حته الباك بقى دي حتتك بقى دي حتتي يعني. لكن كابتن عماد سليمان هو اللي حطني السنه اللي فاتت في استمتعت فيها جدا. استمتعت جدا الحمد لله. يعني هو طبعا توفيق عند ربنا كابتن مدحت. انا السنه اللي فاتت جبت جوان كتيره جدا في نهايه السيزون سواء في افريقيا او في كاس مصر. بالظبط جبت جوان وفي المركز ده. فالناس زي ما تقول حضرتك حبت في اسماعيليه حبت احمد سمير في مركز تحت راسين الحرب يعني. لانه بيديك كمان ارتياحيه في التسديد على المرمى. طبعا اقرب. لكن برضو اللي ساعدنا على كده ان كان عبد الله السعيد مصاب، عمر جمال دول كانوا مصابين، فالكابتن
عماد حب يحطني ان انا ابقى ورايا فالشيء طبيعي لما اللعيبه دي رجعت قال لك استفيد باحمد تاني بقى في الباك ليفت بتاعك. طب قول لي بالمناسبه اخبار عمر جمال ايه؟ لا انا كلمته امبارح، هو عمل عمليه الحمد لله ونجحت، هو مش مستعجل خالص هنا؟ لا عملها في المانيا، راح المانيا. راح المانيا على حساب النادي. على حساب النادي. كويس. عملها. هو على فكره النادي ما بيأثرش في الحاجات دي، بس مشكله النادي بيبقى في اوقات من الاوقات كده بيبقى الموضوع في الناحيه الماديه مشكله شويه، عارف شويه. فكان انا كلمته، كان معايا انا عمر من اللعيبه اللي انا بحبها جدا على مستوى الشخصي سواء خارج الملعب او داخل الملعب. عمر جميل. فكلمت امبارح، هو الحمد لله عملها ومش مستعجل. غضروف؟ هو كان لا هو عاد الرباط الصليبي من اول جديد. ليه بقى؟ لان كان في بيقولوا ان في قرحه كانت لازم تتنضف او حاجه، انا ما بفهمش في الامور الطبيه قوي. او هو عملها كان لازم يعمل حاجه قبل حاجه. فعاد الموضوع. وعملها هنا في مصر اولا. عملها عند الدكتور احمد عبد العزيز وبعد كده راح اتاهل في المانيا. فعاد بقى الرباط الصليبي من اول جديد وان شاء الله يرجع. يعني نفس الرباط هو بس لازم يعمل القرحه قبل الرباط الصليبي. فراح طبعا عمل دي قبل دي وعملها الحمد لله رجع بالسلامه وبيتاهل دلوقتي هو حسن عبد ربه. لان هو الحقيقه لو الوضع كان ماشي طبيعي كان زمانه بيلعب دلوقتي. طبعا. لانه عملها من 5 شهور الاولانيه. وعمر انا عايز اقول لك ان عمر جمال نزل في مباراه الهلال السوداني كانوا مغلوبين 1-0 نزل وهو بيزك في شوط واحد قلب الدنيا. فما بالك لو ده سليم. لو سليم هيعمل ايه بالظبط. عنده تجديد راخر السنه الجايه. معانا برضه. معاكم بس انتوا عايزين زكيله فلوس المشكله كبيره. طبعا. لكن قول لي يا احمد وانتوا يعني انا حتى بلاحظ وانت بتتكلم بتقول النادي بيستنى فلوس، انتوا بقى كلاعيبه بتتابعوا ايه الموارد اللي جايه النادي عشان فلان نقبض كذا وكذا؟ احنا بنستنى بقى يعني اي جنيه يخش النادي اللي يعني انتوا عارفين. بنقعد بقى نشوف ايه دخل كام وعمل انا بتصور واللعيبه ليها كام وبنطرح ده من ده، لكن طبعا المجلس وتطرحوا ده والموظفين هياخدوا من الفلوس قد كده. ده اللي كنت لسه بقول لحضرتك، المجلس بيبقى ليه حسابات ثانيه خالص، يعني طبعا اللعيبه ليها فلوس وفي العاب ثانيه وفي موظفين وفي عمال الموضوع يعني الله يكون في عونهم طبعا. طب انا عموما عايز اقول لك في فلوس وصلت من الكاف النهارده. عرفنا طبعا. عرفنا بس ما عرفناش كام بالظبط. مش هقول لك على الهوا، هقول لك ما بيني وما بينك. لا ما فيش 500,000 يورو، ما اعتقدش 500,000 يورو. لا المركز الثالث او الرابع في السيمي فاينال. سيمي فاينال؟ اللي بيوصل سيمي فاينال بياخد المركز. ما هو مش سيمي فاينال. احنا ما وصلناش. لا بس اللائحه اتغيرت. اعتقد 500,000 يورو فعلا. يا ريت. يا ريت. يعني انت عارف حسبتهم انت طبعا دلوقتي كام على طول؟ ضربنا في 7.5 على طول. طيب خلاص اديك على الهوا اهو وكل زمايلك. عايز اقول ان الناس والله ما بتاثرش خصوصا في احنا فعلا عندنا ازمه. لكن يعني تسمح لي بس في دقيقه كده بسرعه كابتن. اتفضل. الازمه الماليه اللعيبه ليها ازمه، ليها فلوس وكل اللعيبه مش لعيب بس ليها فلوس من النادي الاسماعيلي، لكن مش عايز اقول ان دي السبب ان احنا النتائج الفتره الاخيره وحشه. ما انا عايز اسالك في النتائج اكيد، يعني هسالك عليها دلوقتي. والحته الثانيه كان الكلام في الاسماعيليه قطع على الجهاز الفني مستر ماركو فوتو وكابتن اشرف وكابتن احمد العجوز. انا عايز اقول لك كابتن بامانه والله مش عشان الناس دي مدربين سواء دول هيجوا وهيمشوا وهيجوا تاني وهيمشوا تاني. الناس دي شغاله على اكمل وجه وبتراعي ربنا وفي شغلهم وعاملين مجهود يعني. لكن زي ما بقول لحضرتك النتائج بتتحكم في الاقاويل يعني. طبعا. احنا خسرنا المباراه الوحيده اللي ممكن نخسرها الفتره اللي فاتت دي كلها ما نستحقش نكسبها، هي مباراه المقاولين. دي الوحيده ما نستحقش نكسبها وكسبتوها. لا ما كسبناهاش. ما كسبتوهاش. لكن مباراه المقاصه ممكن نكسبها. مباراه الشرطه كسبان 1 وباخطاء مننا مش عايز اذكر اسماء لعيبه. لا هو هدف خطأين من احمد سمير فرج مثلا. مستر ماركو مش هينزل يقول لاحمد سمير شوت دي او طلع دي او اعمل دي. فدي حاجات بتبقى توفيق وعدم توفيق. لا احنا حكمنا بيبقى على الاداء اكيد يعني. خلينا الاول نمشي عليه. مين احسن لعيب تحت راسين الحرب عندكم؟ هو في 2 عمر جمال وعبد الله السعيد. يبقى هو عبد الله السعيد لان عمر في المانيا. لا عمر هنا موجود هنا. طب كويس. عبد الله مساء الانوار يا عبد الله. مساء الانوار يا كابتن. وحشنا يا عبد الله والله. ربنا يخليك يا كابتن انت كمان والله. يعني عايز تقول حاجه لاحمد سمير قبل ما اكمل معاك الحوار؟